بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم تعلم سوفت وير. النهاردة معانا جهاز ريدمي نوت 14. جهاز شاومي ريدمي نوت 14. العميل فرمت الجهاز، والمشكلة طبعا حساب اف ار بي. طب أنا قلت أشارككم معايا الحل كده وأنا شغال. فأنا عندي أدوات كتير، فقلت برضو أبدأ بالأداة المعتادة اللي أنا بحبها، اللي هي أداة انلوج تول. فقلت هجرب إن أنا أشيل الحساب باستخدام أداة انلوج تول. هو الجهاز ده اندرويد 14، فهختار من هنا شاومي، وبعدين سكيورتي. هكتب كده موديل الجهاز اشوف ايه نظام ريدمي نوت 14 4G. هو فعلا الجهاز اللي معايا ريدمي نوت 14 4G. المعالج بتاعه ميديا تك، قلنا اي حاجه بالاحمر تبقى ميديا تك. هختار كده المعالج بتاعي، وهسيب الاعدادات كده زي ما هي. طبعا هنا في اعدادات كتير ممكن اعملها، عندي V1 V2 في كاستم. هو مختار كاستم، فانا هسيب الاختيار اللي هو مختار، البرنامج مختار. بس هنا مختار ريدمي 12 تي. فانا هنزل كده اشوف هل ال 14 ريدمي نوت 14 موجود ولا لا. اهي لقيت ريدمي نوت 14 4G، يبقى اختار ده. يبقى انا جيت هنا يا رجاله، سبت الكاستم ده اللي هو مختاره كاستم دي ايه، وجيت هنا على السهم وبنزل بدور على الموديل. لقيت الموديل تحت اهو، ريدمي نوت 14 4G. اخترت الموديل بتاعي. بعد ما اخترت الموديل بدوس على erase FRB. ببدأ أجيب الكابل بتاعي، أركب الكابل. ركبت الكابل عندي كده تمام. هبدأ دلوقتي أخلي الجهاز شغال طبيعي، يعني واقف على مرحبا طبيعي مفيش مشاكل. وبعدين هركب الكابل عادي، دي أحسن طريقة يعني. ركبت الكابل بتاعي وأطفي الجهاز، وهو بيتطفى هثبت إيدي على التعلية والتوطية. يعني دلوقتي أنا هطفي الجهاز كده، بطفي الجهاز وثبت إيدي على التعلية والتوطية وهو بيتطفى. هفضل مثبت إيدي كده لحد ما الأداة تقراه. شوف كده هل الأداة هتقراه. قريته أهي وأعطاني فشل. هجرب مرة تانية. الجهاز بيفتح معايا، مستنيه يفتح. بس مش هختار بقى كاستم ده، هختار فيرجن من الفيرجنين دول، واحد أو اتنين. طبعا هو الجهاز لسه نازل السوق فحمايته عالية. اختار فيرجن اتنين كده كده غالبا، وادوس اريز اف ار بي. برضو كان عايز هطفي الجهاز وهو بيتطفى، هثبت ايدي على التعليق والتوقيع. انا كده مثبت ايدي مستنيه يقرا. هو بيتطفى، قرا معايا، برضو اعطاني فشل. يبقى هرجع تاني، معلش هجرب تاني. اللي هو الكاستم، هو المعالج بتاعه 6789. برضو هنزل لحد ما اختاره. هو ده الجهاز. يعني هل في كده، ابص كده يمكن الاقي حاجة تانية نوت 14 تاني؟ مفيش. هو الجهاز هو ده الإصدار
بتاعه نوت 14. ايوه، بس هو تقريبا محدد لي هنا، بيقول لي او اس 2، يعني الفيرجن ده. ماشي، انا هجرب تاني واشوف الدنيا فيها ايه. اريز اف ار بي، هبدأ اطفي الجهاز وهثبت ايه على التعليق والتوطيد. اراه مش هشيل حساب معاه. يبقى اذا مش مدعوم هو هنا على الاندوكتور، رغم انه موجود، بس حماية الجهاز ده تقريبا اعلى من الحماية الموجودة على الاندوكتور. طب هبدأ اقفل الاندوكتور، شوف حاجة تانية. هجرب اي اف تي، انا عندي الدونجل. هفتح اي اف تي. انا عندي المخارج صغيرة شوية، فحط موصل عشان اقدر استخدم اكتر من مخرج. شغلت الماوس عشان موصل الجهاز. تمام، هبدأ اطفي الجهاز واثبت الى التعليق والتوطية، اشوف هل الدونجل هيقرا في الوضع ده كده ولا لا. مش هختار حاجة مؤقتا، هسيب الدونجل هو اللي يختار. بقول انتر موديل نيم، ممكن اكتب الموديل هنا مي نوت 14. مش موجود اساسا، مش موجود. حتى لو اخترت ام تي كي، هو معايا بتاع ام تي كي. واخترت هنا ام تي كي جنرال ونزلت لحد شاومي سيلكت موديل. حاول ممكن الاقي الموديل بتاعه هنا. أنا دي نازل بدور في الموديلات، مش موجود في الموديل ده. انا واخدين بالنا مفيش نوت 14 اساسا. طب هسيب الموديل كده واختار ماس 2، وهاجي هنا سيرفيس شاومي، وهنا مرقوس، واشوف ايه الموجود. شاومي، هنا اسم ريمي اكونت. لا، هرجع تاني للاساسيات واختار ريسيت اف ار بي، هدوس ستارت. اثبت اعادة التعليق والتوطية وصل. معرفش معايا اساسا، شغل الجهاز. ارى اهو لما ضغطت على الزرار، يعني دوست على التعليق والتوطية وبعدين رحت دايس تك بسرعة على زرار الايه، على زرار الباور. بس برضو زي ما احنا شايفين الموضوع فشل، ما بوتش معايا الجهاز، والجهاز برضو فتح. يبقى اندوكي ما نفعتش واف تي ما نفعتش.
جميل. هجرب بقى الاي ام تي. انا بوريك يعني ان مش لازم العمليه بتنجح من اول اداه، ده ممكن المفروض يبقى عندك ادوات كتير جدا تقدر تستخدمها. فهجرب الاي ام تي من الادوات القويه. الجهاز فتح اهو، ريدمي 14 اري. استني الاداه تفتح. بيقول لي في نيو فيرجن، مش هسطبه، ما ياخدش ثواني. وبيديني الاضافات الجديده في الاداه، بيقول لي الحاجات دي اتدعمت، ما كانتش مدعومه قبل كده واتدعمت معايا. عندي رينو 8 5G، رينو 8 تي 5G، رينو 7 زد، ورينو 7 لايت، وكي 12 اكس. حاجات كتير اتدعمت يعني. لازم دايما تبقى محدث ادواتك اول باول، اي تحديث ينزل نزله. هبدا اسجل. سجلت والاداه فتحت معايا. هنزل هنا، طبعا اختار شاومي من تحت، هي قبل الاخيره تقريبا، وهكتب الموديل نوت 14 اهو، الفور جي موجود. وهختار فاكتوري، يعني هو اصلا اختار ريسيت اف ار بي، هو اصلا كده كده العميل ده عامل ضبط مصنع من ريكفري. فهختار ريسيت اف ار بي، هدوس هنا واختار اوكي. هبدأ كالعادة اطفي الجهاز بتاعي واثبت على التعلية والتوطية. انا كده مثبت على التعلية والتوطية. استني الجهاز يقرا. كده الجهاز قرا في ايدي. برضه فشل. طب يعني احنا دلوقتي كل الادوات فشلت معانا، هنسيب الجهاز؟ لا، هضطر طبعا اشتغله سيرفر. السيرفر تقريبا بيخصم 5 كريدت. هشتغل على سيرفر ايه؟ هشتغل برضو على السيرفر بتاع الاي ام تي ده الموجود. هو للاسف حاليا مفيش كريدت عليه، غير 1 كريدت، شايف تحت 1 كريدت. بس انا هقول لك الطريقه بقى اللي هنشتغل السيرفر يشتغل بيها. دلوقتي انا، بص هعمل ايه. قفلت الاداه، معلش افتح تاني عشان اوريك ازاي تشتغل. هتنزل طبعا اي ام تي على جهازك وتبدا تشحن 5 كريدت. هو تقريبا بتاخد 5 كريدت، 4 كريدت، 3 كريدت، كل يوم متغيره. هو بيقول لك عدد الكريدت اللي هتاخدها الاداه كام. هتبدا تدخل الجهاز بتاعك ريكفري، والوضع بتاع مي اسيستنت. حطيت الجهاز الاول، حطيت في الجهاز، طفيت الجهاز بتاعي ودخلت وضع الريكفري. هلاقي في الريكفري 3 حاجات مكتوب فوق: ريبوت، تحت في النص كده وايب داتا، ويب داتا، بعديها كونكت ويز مي اسيستنت. طبعا هدوس على كونكت ويز مي اسيستنت، انزل لحد كونكت ويز مي اسيستنت واختار. ووصل الكابل عادي وهو في الوضع بتاع كونكت ويز مي اسيستنت. وصلت انا الجهاز بتاعي، هنزل هنا وابدا كالعاده اختار شاومي، وبعدين هختار، ثواني معلش، هختار شاومي، وبعدين هختار الموديل نوت 14. نوت 14. عندك نوعين، انا النوع اللي معايا 4G. وهلاقي هنا بقى فين عندنا مش مدعومة هنا. بصوا يا جماعة، مفيش هنا الاختيار بتاع مي اساسن، فانا هلغي دي خالص من الاختيارات كده، وهدور على السيرفر بتاعنا.
مش معروض عندنا. هختار اي جهاز مش مشكله، بس يبقى ليه وضع مي اساسا، يظهر لي بس وضع مي اساسا اهو. ريسيت مي اكونت. انا عايز اي حاجه تكون فيها وضع مي اساسا. مي اهي، شايفين مي اساسا اف ار بي. حتى انا اي حاجه لحد بس ما يظهر لي الوضع ده. ادوس على الوضع ده كده. بص، اول ما دوست هو متركب قال لي العمليه دي هتكلفك 5 كريدت. العمليه دي هتكلف 5 كريدت. طبعا انا كل كريدت اللي معايا زي ما احنا شايفين تحت هو 1 كريدت، فانا مضطر اشحن عشان اقدر اعمل. اشوف بقى العميل هل هيوافق على السعر ولا مش هيوافق. يعني ال5 كريدت دول تقريبا ب 250 جنيه. فانا مثلا هقول للعميل 350 جنيه او 400 جنيه. فلازم طبعا قبل ما ادوس يس واخلص الموضوع اتفق مع العميل الاول، لان انا كنت متفق معاه على مبلغ بسيط على اساس ان هو هيتعامل من غير كريدت، بس كده الجهاز بتاعي هيتعامل بكريدت. خلاص لو دوست يس طبعا مش هيكمل العمليه، هيقول لي انت ما عندكش كريدت تكفي. اهو كده لو دوست يس كده هيقول لي ما عندكش كريدت تكفي العمليه. خلاص يبقى الجهاز ده كده هيتعامل معانا زي ما اتفقنا. هيتعامل معانا سيرفر وهيتكلف 5 كريدت يعني حوالي 250 جنيه. لو رجعت باك كده اقول لك حته التريكايه تاني. انا لما دوست نوت 14 هنا دي اهم حاجه، لما دوست نوت 14 نوت 14 نوت 14 ظهر لي الجهاز اللي انا بشتغل عليه، بس ما ظهرليش هنا وضع المي اسيست عشان استخدم السيرفر. فبعمل ايه؟ بشيل نوت 14 دي خالص من هنا. كانت تريكايه مهمه. وبعدين كل اللي هتعمله ان سيادتك انك ايه، هتختار اي موديل فيه يدعم الوضع مي اسيست. اي موديل اقعد اجرب فيها في الموديلات لحد ما الاقي كلمه مي اسيستنت اف ار بي. وانت مدخل وضع المي اسيستنت تدوس كده هيبدا يكر معاك على طول بسرعه، ويبدا يقول لك انا عايز كام كريدت منك. طبعا تبقى عامل حسابك على الكريدت الموجود 5 كريدت. لو عندك 5 كريدت في الحساب هتدوس بس يس كده وهيكمل معاك تمام. بس طبعا عشان مفيش كريدت تكفي يعني. وطبعا لازم تكون متفق مع العميل الاول على الفلوس اللي هتدفع. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم يعني. شكرا لحسن استماعكم.